دايما كده على مدار حياتنا في بعض المشاهير اللي لما بيتم ذكر أسمائهم على طول دماغنا بتفكر في حاجة. يعني لو قلتلك الممثلة وفاء مكي هتقولي مش دي اللي كانت بتعذب الخدامات؟ طيب المطرب أحمد سعد، سمعك اللي بتقول طحال سمية. طيب لو قلتلك أحمد عدوية، يا عم مش ده المطرب اللي الأمير الخليجي عمل فيه مش عارف ايه؟ منه لله ده قضى عليه خالص يا عيني. مبدئيا كده أنا عذرك، أصل اللي احنا اتعودنا عليه إننا لو لقينا الإشاعة على هوانا نفضل نعيد ونزيد فيها، ومهما أصحابها يكدبوا برضو لأ، أصل احنا أدرى منهم. طيب هتصدقني بقى لو قلتلك إن الإشاعة دي عارية تماما من الصحة؟ تعال بقى أحكي لك الحكاية الصح في حلقتنا النهاردة عن قضية المطرب الشعبي أحمد عدوية، وأهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. اسمه الحقيقي هو أحمد محمد مرسي العدوي، وشهرته أحمد عدوية. اتولد 26 يونيو سنة 46 في محافظة المنيا. كان والده تاجر مواشي، وكان ترتيبه بين إخواته رقم 13 بين 14 أخ وأخت. قضى عدوية طفولته في المنيا، ومن صغره اتعرف وسط الناس بأنه صوته حلو وكان حابب الفن قوي. ولكن زي ما احنا عارفين إن في الغالب أضواء الشهرة مش بتوصل للصعيد، وعليه قرر أحمد عدوية إنه يتوجه للقاهرة، وقصد شارع محمد علي وبدأ يتنقل بين المقاهي الموجودة فيه لغاية ما رسي بيه الحال قهوة الآلاتية الموجود في نفس الشارع. ومن هنا بدأ صوته يتسمع، والناس بقت تجيله مخصوص علشان تسمعه، وكمان بقوا يطلبوه في الأفراح. وبدأت شهرة عدوية تتوسع لغاية ما اتفتحت له طاقة القدر سنة 72. وقتها كان عدوية موجود في حفلة عيد جواز المطربة شريفة فاضل، والحفلة دي حضرها عدد كبير من الفنانين والصحفيين، ومن ضمنهم صاحب كازينو الأريزونا. ولما سمع صوته وهو بيغني عرض عليه إنه يشتغل في الكازينو، ووافق عدوية وبدأ الشغل، والناس عجبها صوته جدا. وبعدها عرضت عليه شركة صوت الحب اللي كانت من كبرى شركات الإنتاج الفني وقتها إنه يسجل عندها اسطوانتين، وقد كان. ومن هنا قالت الشهرة العدوية أهلا بيك من أوسع الأبواب، وغنى أشهر أغانيه زي السح الدحم بو، وزحمة يا دنيا زحمة، وسيب ونسيب، ويا بنت السلطان، وغيرها كتير. وشهرته دي كانت السبب إنه صناع السينما يقرروا يستعينوا بيه في الأفلام علشان يغني. وبعدين بدأوا يسندوا ليه بعض الأدوار الكوميدية زي أفلام البنات عايزة إيه، وشعبان تحت الصفر، وسطوحي دايما جاهز، وغيرها، لكنه محققش فيها النجاح المطلوب. بس هما ما يقسوش وقالوا نغير النوع، واسندوا ليه بطولة فيلم رعب اسمه أنياب، كان بيقوم فيه عدوية بشخصية دراكولا. لكن ما اقولكش بقى، الفيلم ده فشل ذريع، وبصراحة مش عارف ده كان بسبب عدوية ولا لأ، لأننا أصلا مش بنعرف نعمل أفلام رعب. المهم إن ده كله أكد إن موهبة عدوية الأهم والأكيدة هي الغنى، وهو الحقيقة كان صوته حلو فعلا ومختلف تماما عن الأصوات اللي بنسمعها حاليا. وصوته ده مدحه نجوم كبار من اللي احنا بنعتبرهم من عمالقة الموسيقى العربية أيامها، زي محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. ده الموضوع وصل إن في واحدة من الحفلات الخاصة عبد الحليم غنى أغنية عدوية السح الدحم بو، وغنى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ خسارة خسارة فراقك يا جارة. وزي ما الكبار اللي قبله شهدوله، كمان هو كان يعتبر الأب الروحي للمطربين الشعبيين اللي جم بعد كده زي حكيم وحسن الأسمر. وعدوية اتجوز في حياته مرة واحدة سنة 76 من السيدة ونيسة أو نوسة زي ما بيندهها عدوية، وخلف منها بنته وردة، وابنه المطرب محمد عدوية اللي ورث من أبوه جمال الصوت. طيب لغاية هنا وعدوية فنان مشهور والناس بتحب صوته وغناه. الإشاعة دي بقى جت منين؟ تعال أقولك وركز معايا، وكل اللي أحكيه ده جه على لسان زوجته ومدير أعماله السيد أحمد محمد موافي. قالت السيدة نوسة إن عدوية اشترى قبل الحادثة بدلة جديدة من باريس علشان يحضر بيها عيد ميلاده، وبرغم إن عيد الميلاد ما كانش لسه جه إلا إنه أصر يلبس البدلة يومها. وقالت زي ما يكون كان قلبه حاسس، ورغم إنها اعترضت إنه يلبسها إلا إنه أصر. وكملت وقالت إنهم كان وقتها
بيربوا بغبغان في البيت، وإن يومها البغبغان ده فضل يصرخ باسم عدوية بشكل غريب لدرجة إن قلبهم اتقبض. المهم نزل عدوية لشغله، وفي نفس الوقت وتحديدا يوم 22 يونيو سنة 89 وصلت للقاهرة بنت كويتية اسمها هند شهيد، وكان معاها مجموعة من أصحابها من ضمنهم الأمير طلال بن ناصر الصباح، واللي كان واحد من العيلة الحاكمة في الكويت، وأقاموا في جناح خاص مكون من أكتر من طابق في فندق الماريوت في الزمالك. هند شهيد كانت من المعجبين جدا بعدوية، وكانت حريصة على حضور حفلاته، وهو كان على معرفة سابقة بيها هي وأصحابها. وللسبب ده لما الأمير طلال بلغها إنه هيعمل حفلة بمناسبة شراء بيته الجديد في منطقة مصر الجديدة، قالت له إنها هتجيب له عدوية يحيي الحفلة دي. عدوية وقتها كان عنده فقرة بيقدمها يوميا في فندق الماريوت في الزمالك، وحضرت هند الفقرة دي وقالت له على حفلة الأمير، وبعدها توجهت معاه لفقرته التانية في فندق شيراتون هليوبلس. وبعد ما خلصت فقرته رجعوا سوا لفندق الماريوت واللي كان مخصص فيه غرفة العدوية. وبعد شوية راحت هند لغرفتها وطلب عدوية من باقي الموجودين إنهم ينصرفوا، وقال لهم إنه هيروح وهيقابلهم تاني يوم. وفعلا الكل مشي، ولسبب غير معروف راح عدوية لجناح الأمير وقضى سهرته مع الأمير وهند ومضيفة طيران مغربية اسمها حنان، والشخصية دي اختفت تماما بعد كده. وكل ده كان في وجود عدد كبير من خدم الأمير، ده غير موظفين الفندق اللي كانوا بيخدموا الأمير طلال. عدوية كان من عادته إنه مش بيبات أبدا بره بيته إلا في حالة السفر، فكان من الطبيعي إنه يخلص سهرته ويرجع البيت، لكن ده ما حصلش. ولما النهار طلع وعدوية مرجعش قلقت عليه زوجته واتصلت بمدير أعماله وقالت له إنه مرجعش، وطلبت منه يشوفه فين ويطمنها عليه. راح أحمد موافي للماريوت لكنه ما لقاش عدوية في غرفته، فراح لهند شهيد وقالت له إنها سابته مع الأمير، فاتجهوا هما الاتنين لغرفة الأمير، لكنهم اتفاجئوا إنه كان بيلم هدومه استعدادا للسفر على غير ما كانت خطتهم تماما. ولما سألوه عن عدوية قال لهم معرفش، دوروا عليه في الجناح. هو تقريبا كان فاكرهم بيسألوه عن شنطة باين مش إنسان من لحم ودم. المهم موافي وهند دخلوا الجناح وبدأوا يدوروا على عدوية، واللي قال موافي نصا بعد كده إنهم لقوه في حالة أقرب للميت من الحي، هدومه كاملة عليه مفيش أي أثار للاعتداء، مع وجود رغاوي بيضة بتطلع من فمه. ولما حاولوا يفوقوه مفقش، فما كان منهم إلا إنهم طلبوا مساعدة طبيب الفندق الدكتور مصطفى الشقنقيري، اللي وصل وقال إن دي حالة غيبوبة سببها هبوط حاد في الدورة التنفسية والدموية وخلل في وظائف الكبد والكلى واضطراب في الأعصاب. وطبعا بلغ موافي الزوجة وقال لها الحقيني الأستاذ بيموت مني. تم نقل عدوية لمستشفى مصر الدولي، والأطباء ما كانش عندهم أي تخيل للسبب اللي ممكن يعمل في إنسان كده في ظرف كام ساعة، خصوصا إن الجسم ما كانش فيه أي إصابات. اتعمل لعدوية التحاليل اللازمة، وتم نقل عينات من الدم والبول لمركز السموم، واللي كانت نتيجة فحصه للعينات مفاجأة من العيار التقيل. التحاليل أظهرت إن الدم بيحتوي على نسبة كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات زي الكوكايين والهيروين والمورفين. طبعا دي قضية وكان لازم إبلاغ الشرطة، وفعلا اتبلغ اسم الدقي واتعمل المحضر رقم 185 بتاريخ 1 يوليو سنة 89. وبدأت تحريات الشرطة اللي كان أول حاجة المفروض تحصل فيها هي استجواب الأمير طلال اللي كان عدوية بصحبته، لكن مش محتاج أقولك إنه هرب خلاص، ولكن الشرطة استمرت في تحرياتها. كل ده كان بيحصل وعدوية في غيبوبة كاملة استمرت أسبوعين، والحمد لله فاق بعدها، لكنه ما كانش عنده أي استجابة لأي مؤثر خارجي. فقررت أسرته إنه يسافر لباريس علشان يكمل علاجه. وبعد 3 شهور من العلاج بدأت حالة عدوية تتحسن، لكن الحادثة دي سابت أثر في أعصاب الفم عنده، وانت ممكن تلاحظها بمنتهى السهولة لو شفت له أي لقاء حاليا. المهم إن عدوية خلص علاجه ورجع لمصر وتم استجوابه، لكنه أنكر إنه تعاطى أي حاجة ليلتها، واتهم الأمير طلال إنه السبب في اللي حصل له، وقال إن كل اللي هو فاكره إن الأمير قدم له مشروب وبمجرد ما شربه فقد الوعي. اتقفلت القضية وقتها مؤقتا، لكنها رجعت اتفتحت تاني بعدها بمدة
لما تم القبض على الأمير طلال في مصر وبحوزته مخدر الهيروين. ولما سألوه عن قضية عدوية قال لهم إنه بريء، وإن عدوية جاله أصلا وهو متعاطي المخدر ده، وقال له إنه ما عندوش مانع إن القضية تتفتح تاني لو عاوزين. لكن القضية ما اتفتحتش، واتحكم على الأمير ب7 سنين سجن بتهمة حيازة المخدر. والحقيقة إنه مش معروف إذا كان الأمير اتسجن فعلا ولا لأ. بعدها سافر الأمير للكويت، واللي فيها اتقبض عليه تاني سنة 2006، والمرة دي بتشكيل التهم زي حيازة السلاح والمخدرات وتشكيل عصابي وغسيل أموال. والمرة دي اتحكم عليه بالإعدام، لكنه قدم التماس لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واللي رفض التماسه. أما الأمير طلال ففضل في سجنه لغاية ما توفى فيه سنة 2014. أنا كده حكيت لك الحكاية، باقي بقى أقول لك الإشاعة دي طلعت إزاي. الإشاعة دي كان ليها سببين. أولهم إنه كان في صحفية بنت حلال كده شافت عدوية في المستشفى، وكانت الدكاترة بتركب له قسطرة بولية. راحت مشغلة دماغها وكتبت إن الموضوع حصل فيه اعتداء. أما السبب التاني هو إن الطبيب خير السمرة اللي كان بيعالج أحمد عدوية كان محب للشهرة، وكان غاوي كده يقول كلام يثير الجدل والبلبلة في اللقاءات التلفزيونية، لكنه للأمانة ما صدرش منه أي كلام يمت من قريب أو بعيد للإشاعة اللي طلعت. وبرغم مرور السنين، وبرغم إن عدوية وزوجته وكتير من الشهود ظهروا بعدها مع إعلاميين مهمين زي الأستاذ مفيد فوزي والدكتور عمرو الليثي ونفوا تماما الإشاعات السخيفة، إلا إننا وربنا ما يقطع لنا عادة مجتمع بيميل لتصديق أي حاجة. زي كده ما حضرتك ممكن تلاقي بوست وهمي بيقولك إنك لو شيرته هتكسب مرسيدس. ما كانش حد غلب يا صاحبي، هو بس الحاجة الوحيدة اللي أنا توقفت عندها هو ليه من الأساس ممكن حد يأذي حد بالشكل ده. الدنيا فعلا ياما فيها. خلصت الحكاية، نتمنى تكون عجبتكم، ونتقابل في الحلقة الجاية، وإلى أن نلتقي لكم منا التحية والسلام.